حرفيا ده اكتر فيلم انيميشن بيخليني استرجع ذكريات الطفوله كلها. طول عمري وانا صغير ما كنتش بحب اتفرج على افلام الرعب، كنت بترعب منها، بس كان في فيلم واحد بس كان مختلف. فيلم ما كنتش بقدر اتفرج عليه لحد الاخر من شده خوفي، بس برغم كده كنت بحب اعيده كل شويه. اول مره اتفرجت فيها على الفيلم ده كنت مرعوب، كنت خايف، كنت متوتر، بس لما كبرت وفهمت سر البيت ده نظرتي للفيلم اتغيرت تماما. فيلم مونستر هاوس. الفيلم ده نزل سنه 2006 وحقق نجاح ضخم جدا بسبب السر المظلم ورا الراجل العجوز ده والبيت بتاعه. فاتفرج على الفيديو ده لحد الاخر عشان في الفيديو النهارده هحلل الفيلم بالكامل وهستعرض كل الاسرار المرعبه الموجوده جوه البيت ده. الفيلم بيبدا ببنت صغيره راكبه عجله وبتغني وهي مبسوطه وكأنها عايشه في احلى ايام حياتها، لحد ما فجاه بتغرز في العشب ومتعرفش تتحرك. وده ممكن يبان عادي، ايه المشكله لما العجله تغرز؟ ولكن المش عادي ان العجله تغرز قدام اكتر بيت مخيف في الشارع كله. بصوا انا من النوع اللي مش بيؤمن بالصدف، ولكن كل حاجه بتحصل اكيد بيبقى ليها سبب، بس ان العجله تغرز قدام البيت ده بالذات بصراحه ما اعتقدش ان هي غرزت بالصدفه، وان البيت ده وراه حاجه مرعبه جدا. بعدها بنلاحظ اكره الباب وهي بتتفتح بالراحه وبيطلع منها راجل كبير في السن وهو متعصب جدا. انا عارف ان العواجيز او الناس الكبار في السن ممكن يبقى عندهم مشاكل في الجهاز العصبي، كونهم يعني كبروا ومروا بحاجات كتير، فممكن من اقل حاجه ممكن يتعصبوا. في نفس الوقت في برضه عواجيز بيبقوا طيبين جدا، بس الراجل ده يا جماعه مش من النوعين اللي انا لسه قايلهم دول. الراجل ده مختلف، رغم اللي هو كبير في السن بس في نفس الوقت عنده سمع خارق. اي حاجه بتحصل قدام البيت بيحس بيها مهما كانت، لدرجه انه حس بورقه شجر لمست بس باب البيت لمسه واحده. البنت بعدها بتبص له بنظرات اللي هو شويه وخلاص وهتعملها على نفسها. بعدها الراجل العجوز ده بيزعلها بصوت عالي ويقول لها اللي هي تبعد من العشب اللي قدام بيته، ودي حاجه ممكن تبين لك اللي هو راجل مهتم جدا بتفاصيل بيته وخايف على حاجته، بس في نفس الوقت لو بصيت على بيته هتحس ان هو مهجور وكانه اتحرق مليون مره قبل كده. بعدها بيقول للبنت الصغيره انت لو ما بعدتيش من قدام البيت دلوقتي انا هاكلك وانت صاحيه. يا ساتر، الجمله يا جماعه تقيله جدا، تخيل تقول كده لبنت صغيره. بصراحه لو انا عجوز وشفت بنت صغيره بتغني وراكبه عجله ومبسوطه احبها جدا. لا مش قصدي، ما تفهمنيش غلط ارجوك، قصدي يعني ممكن بدل ما اطلع وازعق لها ممكن اجيب لها حاجات حلوه. المفروض العواجيز يبقوا كده. البنت بعدها بتترعب منه بعد ما شافت منظر سنانه، بتسيب العجله بسرعه وتطلع تجري، ولكن الراجل العجوز ما استكفاش بكده بس، لانه بعدها مسك العجله بتاعتها وقسمها نصين. وقبل ما الراجل يدخل البيت لاحظ حاجه مهمه جدا. انا زي ما قلت لكم قبل كده لو عنده سمع خارق بيسمع ويحس باي حاجه بتحصل حواليه، فعارف ان في حد في البيت اللي قدامه بيراقبه بتلسكوب، وده يبقى بطل الفيلم دي جي وولترز. بعدها بنشوف اللي هو مصور الراجل ده صور كتير جدا، حرفيا اكنه مهووس بيه. دايما كان حاسس ان في حاجه مش مظبوطه في البيت اللي قدامه ده، بس ما كانش معاه دليل. نزل لامه بسرعه وبيقول لها الحقي الحقي، البيت اللي قدامنا ده مسكون ومش طبيعي، في حاجات بتختفي جوه وبتحصل حاجات مش طبيعيه. امه قالت له غطيها ونام. بعدها ابو دي جي ده وهو راكب العربيه خبط صاحبه اللي اسمه تشاودر. بصراحه اهني الواد الصغير ده على الثبات الانفعالي ده، عشان بعد ما بيتخبط بالعربيه وبيقع على الارض بيروح لصاحبه ويقول له ياه دي جي عامل ايه. تشاودر بعدها مسك كره السله وبدا يستعرض مهاراته قدام صاحبه، وفجاه وهو بيحدف الكوره خبطت في طرف السله، بعدين رجعت خبطت في دماغه، وبعدين راحت للبيت المهجور. صدفه او مش صدفه، بس يعني صدقوني البيت ده وراه حاجه غريبه جدا عملها قدام. تشاودر وقتها كان هيعيط، فدي جي صاحبه قال له معلش هنبقى نجيب لك كوره جديده. تشاودر قعد يقنعه يقول له انت الكبير روح هاتها بقى وخليك جدع ما تبقاش جبان. دي جي بيقول له انت اتجننت، انت في حاجه في دماغك؟ الكوره دلوقتي عند الراجل العجوز المرعب اللي سنه بتخوف وعاوزني اروح اجيبها. صاحبه فضل يعيط، وطبعا عشان دي جي الكبير فلازم يضحي ويروح يجيب الكوره. بص اول حاجه على الشبابيك واطمن ان الراجل العجوز نايم، بيمشي خطوه خطوه بالراحه جدا عشان الراجل ما يسمعوش. بعدين صاحبه بيزقه، طب تصدق انت حال بده. دي جي بيجري باقصى سرعه عشان يلحق يجيب الكوره قبل ما الراجل يطلع. فجاه الباب بيتفتح والراجل بيطلع وهو متعصب وبيشاور عليه اللي هو خلاص كده انت النهارده حياتك هتنتهي. بيجري بسرعه على الواد الصغير، وانا بصراحه يعني كنت مستغرب الواد ده، يعني لو انا مكانه وشفت راجل زي ده كده بيجري عليا فجاه من غير اي سبب من غير تفكير هفتح سبرنت واطلع اجري. المهم بعدها الواد بيعرف يتفاداه، بس للاسف بيغلط غلطه عمره وبالغلط بيبوظ حته من العشب اللي قدام بيت الراجل ده. ولو فاكرين في اول الفيلم لما بس البنت الصغيره كانت واقفه على العشب الراجل حرفيا كان هياكلها، تخيلوا بقى حد ويجي ويقطع حته منها. الراجل بعدها بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ الواد عمال يقول له انا اسف والله ما كنتش اقصد اخر مره. وانا بصراحه لازم نعمل شاوت اوت لتشاودر صاحبه، عشان بدل ما يروح ويدافع عنه يحدف طوبه مثلا على الراجل او يصرخ او ينادي الجيران، قرر اللي هو يعمل حاجه مختلفه. فضل واقف مكانه على الرصيف وقعد يشجع صاحبه من بعيد ويقول له يلا يلا اجري قربت. انا مش عارف انت اي نوع من الصحاب بصراحه. بعدها فجاه بيحصل اللي محدش متوقعه.
ايوه الراجل فجأة بيموت اطول موتة في العالم من غير سبب. واول ما الراجل مات النار اشتغلت جوه البيت وبدأ يطلع دخان من المدخنة والاسعاف جت وخدت الراجل. وانا كان ظاهر ان العشب ماسك في الراجل وكأن البيت ما كانش عايز يخلي الراجل يمشي. الازاز بيتكسر بعدها وكان واضح جدا ان هنا البيت كان زعلان جدا عليه عشان الراجل المخيف ده هنتخدع فيه كلنا في الاخر. دي جي مصدوم ومش مستوعب اللي حصل، فضل حاسس بالذنب اللي هو اللي قتله، بس في نفس الوقت مش هو اللي قتله عشان هو حرفيا ما عملش حاجه. الراجل وقع ومات لوحده. بيدخل البيت وهو زعلان، بيشيل ادوات التجسس بتاعته عشان خلاص يعني الراجل مات هيراقب مين تاني. بعدها بيعمل زي ما اي حد بيعمل لما بيبقى زعلان، بينام بس بيحلم بكابوس وفجاه بيصحى على رن التليفون. ودي كانت ارعب رن التليفون في حياته. بيرد على التليفون ومش بيسمع حاجه ولا حتى حد كان بيرد عليه. بيقفل التليفون بعدين التليفون بيرجع يرن تاني. بيلاحظ نفس الشخص بيرن عليه، بيفتح ويرد وبرضه محدش بيرد. في الوقت ده شك ان في حد بيحاول يهزر معاه او حاجه، فرجع هو بقى يتصل بالرقم عشان يشوف مين البارد ده اللي عمال يتصل. وفجاه بيسمع التليفون بيرن من الشارع. بيفتح الشباك عشان يعرف الصوت جاي منين بالظبط. بيعرف ان الصوت جاي من البيت المهجور. هنا بقى الواد خلاص اتاكد اخيرا ان البيت طلع فعلا مهجور. بعدها فجاه بتظهر ايدين من ورا ظهره وبتسحبه، بس بيطلع في الاخر حبيب البنت اللي شغاله في البيت. بصوا انا مش من النوع اللي بيحكم على الشخص اللي قدامه من شكله، بس في ناس معينه كده لازم تحكم عليها من النظره الاولى، زي الواد ده كده مثلا، عشان انت ما تعرفش شخص زي الشخص ده كده مخبي لك ايه. ممكن يكون مصاص دماء، ممكن يكون خفاش، الله اعلم. دي جي حاول يقنعهم ويقول لهم اللي هو بيجي لهم كلمات من البيت اللي قدامه، بس هما بيستغربوا عشان بالعقل ايه اللي يخلي راجل عجوز يتصل بطفل الساعه 11 بالليل. بس لما بيعرفوا ان الراجل ده ميت بداوا يصدقوا شويه، بس في الحقيقه كانوا بيتريقوا عليه. محدش في الاخر بيصدق دي جي، فبيتصل بصاحبه وقتها عشان يساله لو ابوه وامه موجودين في البيت ولا لا. صاحبه بيقول له ان ابوه في الصيدليه وامه في السينما. اتفقوا في الاخر ان هما هيتقابلوا في مكان خاص بيهم اسمه منطقه الخطر. وفي نفس الوقت بيحصل حوار مهم جدا بين البنت دي وحبيبها. الواد ده بيحكي للبنت عن قصه حصلت له وهو صغير، وبيقول اللي هو كان بيلعب في الشارع ومعاه طياره ورق. فجاه الطياره بتروح للبيت المهجور ده والراجل العجوز بيطلع من البيت وبياخد الطياره ويدخل. وقال برضه اللي هو احتمال يكون اكل مراته. بيطرد في الاخر من البيت عشان كان بيحاول يعمل قله ادب، وهو سكران بيقرر من نفسه اللي هو يروح ينتقم من الراجل العجوز الميت ويروح قدام بيته لوحده، والوقت متاخر ومحدش في الشارع حرفيا غيره. حدف الازازه اللي كان بيشرب منها ومسك العشب وفضل يقطع فيه. بعدها فجاه باب البيت بيتفتح وبيشوف طيارته اللي كان بيلعب بيها وهو صغير. بعدها بيبدا يروح للبيت وهو مش مصدق ان طيارته خلاص لقاها وهيلعب بيها. بصراحه ما شفتش اتفه من الشخص ده، يعني بيت مهجور ومحدش جوه وصاحب البيت ميت، وفجاه بيلاقي الباب بيتفتح لوحده وكل حاجه حرفيا حصلت تدل ان البيت ده فعلا مسكون ولازم يهرب فورا. بس لا، باب بيتفتح لوحده وفيه طياره حمراء منوره. انا لازم اروح واستكشف بنفسي. وده كان اكبر قرار غلط خده في حياته كلها، عشان اول ما بيمسك الطياره بيبلع المقلب وفجاه بيتسحب لجوه البيت وبيتقفل عليه. يستاهل بصراحه. دي جي شاف كل ده فبيقابل صاحبه في منطقه الخطر اللي بيطلع في الاخر موقع بناء بس مش اكتر. دي جي جاب صاحبه لنفس البيت عشان يثبت له ان البيت مسكون عشان محدش كان مصدقه وقتها. الواد ما صدقوش في الاخر وقال له دي جي بطل حركات الاطفال دي، ما تبقاش عيل اهبل. فقرر بقى يعيش دور البطل ويروح بقى يثبت له ان البيت مش مسكون وبتاع، بانه يروح بنفسه ويرن على الجرس. بالمناسبه ده كان نفس الشخص اللي كان خايف يروح يجيب الكوره في الاول. واول ما وصل للباب بدا يتريق على الراجل العجوز، بعدين بيرن الجرس. واول ما سمع صوت الساعه اللي في سترينجر ثينجز هنا بقى بنعرف ان في حاجه مش تمام هتحصل. عارف في الاخر ان البيت مسكون وفي حاجات غريبه بتحصل. الباب بيبدا يطلع له خشب كده اكنها اسنان، والشبابيك بتتحول لعيون، وفجاه سجاده بتطلع من الباب على شكل لسان. شودر بعدها حاول يجري من السجاده اللي كانت بتحاول تسحبه. قعد يقول انا اسف انا اسف انا عيل صغير والله، بس معلش يعني بعد كل الصريخ والدوشه اللي البيت عملها دي عاوز تقنعني ان مفيش اي حد من الجيران سمع الصوت؟ المفروض اي حد يسمع صوت زي كده يتصل بالشرطه على طول. الو، في بيت هنا جنبي عنده بق وعيون عمال يجري ورا الاطفال في الشارع. الو. بعدها بيدخلوا البيت وقعدوا جوه لحد الشروق، لحد ما دي جي شاف بنت من التلسكوب بتاعه بتوزع حلوه الهالوين. المشكله الاكبر بقى ان البنت دي كانت رايحه ترن على جرس البيت المسكون، فطلعوا بره بسرعه وحاولوا يحذروها ان البيت ده خطر ولازم تبعد عنه فورا. البنت ما فهمتش اي حاجه من اللي هم قالوها لحد ما فجاه باب البيت بيتفتح والبنت بتترفع في السماء في عز النهار. وبرده انا مستغرب ازاي ما حدش شاف كل الكلام ده. مفيش مثلا حد بيسقي الجنينه، حد بيتمشى بالكلب بتاعه، حد راجع من الشغل. بس لحسن الحظ الولدين دول انقذوها، ولكن لسوء الحظ البت الرخمه دي بتطلع في الوقت المناسب، عشان اول ما بتطلع كل حاجه بترجع لطبيعتها وكأن مفيش اي حاجه حصلت. التلاته بيتجمعوا في بيت واحد، بس البت دي بتقرر تمشي في الاخر بعد ما لقت ان تشاودر بيحاول يعاكسها وبيهمس في ودنها. بتتقرف من ريحه بقه وبتبعد عنه. بتشوف بعدها حاجات غريبه في الاوضه. البت خلاص عرفت ان هم عندهم اعاقه ذهنيه، بس قررت تديهم اخر فرصه. وده لما شافت كلب وهو بيعمل يعني حم قدام البيت، وفي اقل من ثانيه الكلب اختفى. خلاص هنا الامور صارت واضحه، وانا جت لهم الفكره العبقريه. البنت قالت لهم انا شايفه احسن ان احنا نتصل بالشرطه.
الشرطه، وده بعد ما الراجل العجوز كسر عجله البنت الصغيره، وبعد ما هاجم عيل صغير، وبعد ما البيت اتحول لحاجه غريبه جدا مش مفهومه. اخيرا وبعد طول الانتظار قرروا يتصلوا بالشرطه. الحمد لله الشرطه هتيجي وهتساعد الاطفال وهيحرقوا البيت والفيلم هينتهي نهايه سعيده. بس لا، الشرطه وصلت وزي ما توقعت الشرطه ما كانش ليها اي 60 لازمه. بعد ما سمعوا الحوار كله ما صدقوش برضه في الاخر، حتى بعد ما دي جي راح للبيت عشان يوري الشرطه قد ايه البيت ده خطر. بس البيت هنا كان اذكى منهم، عشان البيت كان عارف ان الشرطه موجوده، فاكيد مش هيعمل حاجات غريبه تلفت الانظار. الشرطه قالت للعيال الصغيره في الاخر ان هم يبعدوا من البيت ده تماما، ولو قربوا منه تاني هيتسجنوا كلهم. الخطه الاولى فشلت، فقرروا يلجأوا للخطه البديله. قابلوا شخص بيحب الالعاب جدا وقال لهم من خلال خبرتي من اللعب المتواصل فاقدر اقول لكم ان الطريقه الوحيده اللي تقدروا تهزموا بيها البيت ده انكم تدمروا قلبه. بس يعني يا علي ده بيت هيبقى ليه قلب ازاي؟ مش فاهم. كون ان البيت ده عنده عينين وبق ولسان فاكيد يعني عنده قلب، وده بعد ما اكتشفوا ان قلب البيت ده هو في الحقيقه المدخنه. فبداوا فورا يحطوا خطه عشان يهزموه. فعملوا ايه بقى؟ راحوا جابوا مخدرات من الصيدليه وحطوها في دميه عملوها من مكنسه. بداوا يزينوا الدميه دي كانها طفل عشان البيت ياخدها، واول ما ياخدها يفجروا الدميه على طول. تمام، دي الخطه. بس اللي حصل في الواقع كانت حاجه تانية تماما. لما خطتهم بدات الدميه تتحرك ناحيه البيت، فجاه الشرطه جت. ايوه يا جماعه، الشرطه بتيجي في الوقت اللي خلاص كانوا هيهزموا فيه البيت ده، بس لما البيت ده كان بيبلع الكلاب والبني ادمين واي حاجه تعدي من قدامه. طبعا الشرطه ما كانتش موجوده، زي ما احنا عارفين ان الشرطه حظرتهم مره قبل كده. والمصيبه بقى اللي هم شافوهم كمان معاهم مخدرات من الصيدليه. خدوهم في العربيه هم الثلاثه. بس الشرطه فجاه بتسمع صوت غريب جاي من البيت. الشرطه طبعا مش فاهمه حاجه، فراحت عشان تتحقق من الموضوع. خلاص شرطه بقى ومعاهم اسلحه اكيد هيسيطروا على الوضع. تخيل شخصين من الشرطه ومعاهم اسلحه ما عرفوش يعملوا اي حاجه للبيت، فما بالك بقى البيت هيعمل ايه مع شويه اطفال، واحد منهم معاق ذهنيا والتاني مهووس بالمراقبه والتالته بتفكر في خطط فاشله. البيت بيبدا يتجنن اكتر لحد ما بلغ عربيه الشرطه كمان. كالعاده ما فيش اي حد معدي بالصدفه هيشوف المنظر ده، ولحسن الحظ الاطفال بينطوا من العربيه قبل ما العربيه تتبلع. بس لسوء الحظ باب البيت بيتقفل عليهم وبيتحبسوا جوه. بنعرف ان البيت بيطلع ارعب بكتير من جوه. بيتسحبوا جوه البيت بالراحه عشان يحاولوا يستكشفوا البيت اكتر ويعرفوا السر بتاعه. وهنا بقى بنبدا نفهم سر البيت. اول حاجه شافوها ان الراجل العجوز ده كان شغال في الجيش، حاجه بصراحه تافهه مش هتفيدهم بحاجه. تاني حاجه عرفوها اللي هو كان متجوز واحده تخينه. بس يا علي ايه اللي حصل ليها؟ ليه ما ظهرتش لحد دلوقتي وليه مختفيه؟ ايه اللي حصل لها بالظبط؟ لسه لحد دلوقتي مش متاكدين. بعدها بيوصلوا لمكان في البيت مليان العاب كانوا موجودين على مر السنين. والاغرب بقى اللي هم شافوا حاجه مهمه جدا، شافوا قفص مقفول بقفل. ما كانش قفص طيور، ما كانش قفص قطط، كان قفص بني ادمين. طبعا قفل بحسب ليه مفتاح وبتاع ويقعدوا يدوروا عليه كتير. بس لا، اول ما الواد مسك القفل وقع والقفص اتفتح. بيدخلوا جوه القفص وبيتصدموا من اللي شافوه. شافوا اكتر حاجه مرعبه في الفيلم كله، شافوا جثه زوجة الراجل العجوز. الاطفال بتستغرب وكانوا بيحسبوا انها متاكله، بس لا، في سر تاني اعمق من كده بكتير، لانهم لقوا هدايا حوالين الجثه محطوطه. فطبيعي يعني مش هيكون هو اللي واكلها وفي نفس الوقت بيحط لها هدايا، لحد ما فجاه الواد بيتكعبل وبيقع بمناخيره على الجثه. بعدين البيت بيحس ان الاطفال لسه موجودين في البيت، بيحاولوا يهربوا وخلاص كانوا هيتبلعوا. بس اخيرا البنت دي بتعمل حاجه صح وبتنقذهم وبيطلعوا من البيت. بس الامور ما اتحسنتش، بالعكس دي ساءت اكتر. طلعوا بره وهما الثلاثه بيتخانقوا وكل واحد بيحط اللوم على التاني. البنت دي بتقول لهم انتوا بتتصرفوا زي الاطفال. دي جي قال لها ايوه ما احنا فعلا اطفال. سابهم ومشي. وقبل ما يعدي الشارع ويدخل بيته في عربيه خبطته، ومش اي عربيه، عربيه اسعاف خبطته. اركب كده كده هناخدك معانا في الطريق. بس الشخص بقى اللي كان بيسوق عربيه الاسعاف مش هتصدقوا مين، بيطلع الراجل العجوز اللي كان ميت في اول الفيلم. العيال الصغيره ما كانوش مصدقين وافتكروه شبح ولا حاجه، بس لا، كان هو فعلا بشحمه ولحمه ودمه. وهنا بقى بنكتشف حاجه مهمه جدا وبتساعد في انها تحل لغز البيت شويه. الراجل العجوز ده ما كانش هو السبب في اللي بيحصل في البيت ده كله، دي كانت مراته الميته اللي كانت بتعمل كل ده. هي اللي بلعت الكلب وبلعت الواد ابو طياره، بلعت الشرطه، هي اللي عملت كل حاجه. هو ما قتلهاش وما اكلهاش، بالعكس حبها جدا. اتقابلوا من زمان لما الراجل العجوز ده كان لسه شغال في الجيش. قابلها في عرض مسرحي وما كانش في بينهم اي حاجه، بيحبوا بعض وقتها. وبرغم ان الناس كلها كانت بتتريق عليها عشان وزنها، الراجل ده بقى ساعدها في النهايه لا تهرب من العرض المسرحي ده. وقرروا ان هم يتجوزوا ويشتروا قطعه من الارض عشان يبني فيها بيت احلامهم ويعيشوا لوحدهم. قصه الحب دي كانت جميله وكل حاجه، بس للاسف النهايه كانت كارثيه. في مره من مرات اعياد الهالوين، في اثناء وهم بيبنوا البيت بتاعهم، جم شويه اطفال وكانوا بيرخموا عليهم وبيحدفوا عليهم بيض. طبعا الموضوع بالنسبه للست دي مش هيعدي بسهوله، عشان هي يعتبر نصحتها كان بيتحدف عليها طماطم في المسرح. بدات تطلع للعيال دي وتزعق لهم بصوت عالي. وقبل ما الدنيا تتبهدل اكتر، جوزها اتدخل وطلب منها اللي هي
ليا تهدى، وقال لها طول ما هو موجود في حياتها عمره ما هيتخلى عنها. بس الاطفال برضو اصروا ان هم يكملوا يحدفوا بيض. بصراحه ما اعرفش كميه البيض دي جابوها منين، يعني لو كانوا كلوها كان هيبقى افيد لهم بصراحه. بعدها الست دي بتتعصب وبتلف كده وخلاص هتهجم عليهم، اتكعبلت ووقعت جوه آلة الاسمنت لحد ما اتحبست تحت وماتت. ولكن الراجل ما استسلمش، كمل بنا في البيت رغم ان مراته ميته تحت. بسبب كده بقى روح الست دي بقت مسكونه في البيت. ما بصراحه ما حدش برضه بيبني بيت فيه جثه ميته، ومن وقتها وهو الراجل ده بيهاجم اي حد صغير يعدي من قدام البيت بتاع الجرايد، او حتى لو كانت طفله صغيره بعجله، عيال بتلعب في الشارع، اي حد يطلع ويزعق له. العيال دي في الاخر عرفت ان بعد كل زعيق الراجل العجوز ده كانت بس محاوله منه انه يحميهم من البيت. بس مراته ما عجبهاش الوضع وتحولت بشكل كامل لوحش غريب بيدمر اي حاجه قدامه، وبدل ما كانت بتهاجم الاطفال بس بدات كمان تهاجم جوزها اللي كان بيدافع عنها من حتف الطماطم والبيض. فضلوا يجروا لوقت طويل جدا، يجروا 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 لحد ما وصلوا لمنطقه الخطر. بس هنا الراجل العجوز بطل يجري ووقف مكانه وحاول يقنع مراته لا تهدى، قعد يقول لها ان كل حاجه ترجع احسن من الاول، واقنعها برضه اللي هو يفجرها. بس اكيد طبعا مراته مش هتوافق بكده، قامت ماسكه جوزها وخلاص تكه وهتاكله. جم بقى شويه العيال دول هم راكبين البتاع ده وقفوها. الراجل العجوز ادى بسرعه ديناميت للواد ده عشان يروح ويفجر البيت. دي جي قال له صاحبه اللي هو يحاول يسحب البيت لتحت. الواد بدا فعلا اللي هو يسحب البيت، وبسبب كده البيت اتدمر بالكامل. بس دي مش النهايه، عشان البيت رجع يلتحم تاني مع نفسه واتكون بشكل غريب، بشكل يعني مش عارف اوصفه بصراحه، اول مره اشوف المنظر ده. دي جي طلع فوق السلم بعد ما خد بوسه تحفيزيه من البنت اللي هو بيحبها، مسك الديناميت وحدفه في المدخنه، وفجاه البيت اتدمر بالكامل. بس ثانيه واحده بعد ما البيت اتفجر سمعوا صوت غريب ورا. بيبصوا وراهم شافوا الراجل العجوز ومراته وهما بيحضنوا بعض وبيرقصوا قبل ما خلاص تتمحي للابد. الراجل العجوز بيشكر بعضها الاطفال اللي هم انقذوا حياته، الاطفال اللي بياخدوا كل الالعاب اللي اتاخدت قبل كده. بعدها بيرجعوا البيت وهم مبسوطين، وبنشوف هنا بقى الشارع كله بيتملي ناس. الكلب اللي اتبلع بيرجع، الشرطيين بيرجعوا تاني، منهم برضو الواد صاحب الطياره المستفز للاسف بيرجع برضو تاني. فيلم جميل بصراحه، بيخليني افتكر ذكريات جميله عشان الفيلم ده شفته وانا صغير جدا، فلما رجعت شفته تاني حسيت باحساس حلو. شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو لحد الاخر. اشترك في القناه عشان قربنا نوصل ل 40,000 مشترك، اعمل لايك لو لسه ما عملتش. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.